عارف الموزة الخضراء اللي بتجري تكمرها عشان تصفر وطعمها يبقى حلو؟ عارف لو كلتها زي ما هي خضراء يبقى انت عملت ايه؟ خدت نشا مقاوم، يعني ما رفعت السكر الدم وحسنت من عمل الانسولين، غذيت البكتيريا المفيدة اللي في الامعاء، فحميت نفسك من الامساك والاسهال، وكمان رفعت مناعتك. هتساعدك انك تخس لانها بتدي شعور بالشبع لفترة اطول، كمان بتبطئ عملية الهضم، فكلها عادي ما تكمرهاش. زيت الزيتون ما ينفعش للقلي، هو مفيد جدا بس مش عن طريق القلي، ولا زيت الذرة ولا زيت عباد الشمس. فكرة اصلا انك تجيب الاكل في طاسة في زيت غزير وتقلي، يبقى خد عندك بقى امراض القلب والاوعية الدموية والضغط والسكر والالتهابات والسمنة والامراض الخبيثة. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان زيت الزيتون بيستحمل الحرارة شوية عن بقية الزيوت، فممكن نستخدمه في التشويح البسيط للاكل، لكن عشان صحتك ياريت تستبدل القلي بالفرن. وقف مكملات غذائية وفيتامينات خصوصا البيوتين لو رايح تعمل تحليل الغدة الدرقية. قلة النوم، الضغط النفسي، قلة الأكل، الصيام الطويل بالنسبة للسيدات الفترة بتاعت الدورة الشهرية، كل دي عوامل بتأثر على نتيجة تحليل الغدة الدرقية. فخلي بالك عشان في ناس بتتشخص غلط وبتضطر تمشي على الأدوية وهي ما عندهاش غدة ولا حاجة. عندك الكوليسترول عالي ورحت زرت الدكتور عشان يكتب لك دواء ينزله وافتكرت ان كده خلاص. طب هيعمل لك ايه الدواء في الدهون اللي عماله تتخزن من زمان في الشرايين بسبب عاداتك الغلط؟ ولا كمان لازم تعرف ان الدواء لوحده مش كفايه، عشان كده 5 عادات لازم تعملهم عشان تتخلص من ارتفاع الكوليسترول نهائيا. اول حاجه هي انك لازم تمارس الرياضه ان شاء الله حتى نص ساعه كل يوم، وتسيب التدخين نهائيا، وتبعد عن السكر والحلويات وكل اللي ليه علاقه بالدقيق الابيض. كمان انت لازم تبعد عن المقليات ولازم تخس، والا ارتفاع الكوليسترول هيسبب الجلطات والنوبات القلبيه والسكتات الدماغيه. ما تدخلهاش البيت لان ما فيهاش اي قيمه غذائيه ومليانه دهون مشبعه، هتسبب السمنه لابنك وهتسبب له كمان ارتفاع الكوليسترول، لان ببساطه كده لا فيها حديد ولا كالسيوم ولا فيها فوسفور ولا زنك ولا اي معادن مهمه، فبالتالي انت بتعرض ابنك في المستقبل للامراض المزمنه. والافضل انك تبدل الجبن المثلثات بالجبن الطبيعيه او اي نوع خالي من الزيوت النباتيه. فحص أذن المولود الخارجية عند الولادة حاجة مهمة جدا جدا، والموضوع لا شكل ولا تجميل، لأن في علاقة كبيرة جدا بين تشوه الأذن الخارجية والتشوه الكلوي، عشان لو في مشكلة نلحق نحلها بدري. وقف شرب نسكافيه فورا. النسكافيه فيه ماده اسمها الاكريلاميد، للاسف الماده دي موجوده بضعف كميتها في النسكافيه عن القهوه، والتعرض الكتير للماده دي بيتلف الجهاز العصبي، كمان بيعرض الجسم لامراض خطيره. النسكافيه بيرفع الكوليسترول فبيعرضك لامراض ضغط الدم وامراض القلب، كمان بيرفع هرمون الكورتيزول وده هرمون التوتر، ودي حاجه كفيله بانها تعطل الحرق. كمان النسكافيه بيزود التبول اثناء الليل فما بيخليكش تنام مرتاح، فبدل النسكافيه بالقهوه العاديه او بلبن لان القهوه ما اثرتش معاك في حاجه. معجون الاسنان بتاع الكبار ما ينفعش ابدا للاطفال يستخدموه، لان لو الطفل بلعه ممكن تكون بالنسبه له جرعه سامه، خاصه لو كان اقل من 3 سنين، وخاصه كمان لو اشتكى من وجع في البطن واسهال، فما تستهترش وهاتله المعجون المناسب لسنه. بقولك ايه، بدل ما تضيع فلوسك على الفيتامينات اسمعني، لو كلت كل يوم فلفله يبقى كانك خدت 140 مللي جرام من فيتامين سي، لو خدت كده معلقه سمسم كل يوم على الفطار يبقى كانك خدت 88 مللي جرام من الكالسيوم. اما بقى لو بتحب البطاطا وكلتها يبقى كانك خدت 1043 مايكرو جرام من فيتامين ايه. اما بقى لو ليك في السردين وكلت بس 100 جرام منه يبقى كانك خدت 193 وحده دوليه من فيتامين د.